بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي، والنهاردة جاية لكم بفيديو جديد سهل وبسيط. هنعمل إن شاء الله صينية جلاش باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله في متناول الإيد. احنا كده هو تشوحنا البصلة، يعني يا دوبك دبلناها كده وحطينا عليها اللحمة مجمدة شوية بس هتفك إن شاء الله. اهي كده خلاص اللحمة بتاعتنا اتشوحت تمام. هنحط عليها بقى ايه الخضار، عبارة عن فلفل، لو عندك فلفل الوان تمام ممكن تحطي. دول جزرتين كبار، هتحطي عليها برضو كام طماطمية مبشورة، 2 3 على حسب ما انت عايزة. هتقلبي كله في بعضه بالطريقة اللي انت شايفاها دي. كده خلاص هندمج بقى الخضار في قلب اللحمة ونحط التوابل. التوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل. اي توابل تحبي تحطيها بتحطيها، لان التوابل دي على حسب ذوقك في الاكل. انا بالنسبه لي تعصيج اللحمه يعني ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. تمام كده خلاص هنسيب بقى الخضار بتاعنا يستوي مع اللحمه اهو. تمام كده الصاج اهو. انت بقى تحطي في صاج في صينيه المتاح عندك والموجود. اهو هتفردي بقى ورق الجلاش بتاعك في الصينيه. اهو اهم حاجه تحطي ماده دهنيه بين الورقه والورقه علشان يطلع معاكي مورق وهيش. تمام كده اهو. ورقه كمان. اهو هنرصها كده ورقة هنا ورقة هنا، أنا عشان الصاج بتاعي كبير. صح. اهو ايوه كده تمام. ما بين الراق والراق تدهني سمنة او زبدة زي ما يعجبك. كده خلاص حطينا بقى اللحمة كده، احنا يعتبر حطينا نص لفة الجلاش. هنحط بقى اللحمة المتبقية معايا عشان انا كنت عاملة معاها صينية مكرونة. ان شاء الله الفيديو جاي انزلها اهو. نحط اللحمة وهنضيف اضافة هتخلي طعم الجلاش تحفة يا بنات، جربوها والله مش هتندموا. هنحط بقى شوية جبنة رومي مبشورة على اللحمة، هتودي معاك الجلاش ده في حتة تانية، طعمه مختلف عن اللي انتي متعودة عليه. اهو حط شوية حلوين كده من الجبنة المبشورة. اهو حط كمية حلوة يعني تفرق جدا في الطعم. وهنكمل بقى الصاج بتاعنا عادي. بين الراق والراق هنحط معلقة سمنة كده علشان يبقى معاكي ايه مورق.
خلاص هنقطع بقى الصاج بتاعنا، خدناه كده من النص، وبعد كده نقسم النص على 2، كل نص على 2 3. كده خلاص اهو. برضو الطول هناخده بالنص. تمام كده خلاص الصاج بتاعنا هيتقطع. جربوا يا بنات موضوع الجبنه الرومي ده مع اللحمه كده، وقولوا لي ايه رايكم، بجد والله تحفه. لو وصلت هنا من الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. كده تمام. ندخل الصاج بقى الفرن. دي كوبايه لبن كبيره، هنحط عليها بيضايه وشويه ملح وفلفل. وشويه ملح وفلفل. تمام كده. هنربها بقى ان شاء الله بالمعلقه كده او الشوكه. نربها يعني نرجعها كده البيض في اللبن، عشان اللبن والبيض يتجانسوا مع بعض، ما يبقاش البيض مفصول عن اللبن. لو حابة شوربة تمام، ممكن تحطي شوربة برضو، او ممكن تحطي برضو شوربة ولبن على حسب. كده الصاج بتاعي دخل الفرن حوالي 10 دقايق يدوبك يتشمع، وقبل ما ياخد لون بديله اللبن بالبيض كده زي ما انت شايفة، وبرجع ارده تاني للفرن. وبكده خلاص الصاج بتاعنا طلع هو جميل. كنت عاملة جنبه مكرونة وبانيه. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله نصور اوريهولكم يعني الفيديو. بصوا الجلاش بتاعنا يا بنات، بصوا هايش ازاي وبصوا مقرمش ازاي. انا هنا كنت بخبط لكم على الصاج عشان اسمعكم صوت الجلاش. تمام كده. مش هفكرك باللايك، حطي لايك اوعي تنسي. وبكده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم سلام عليكم. اشوفكم ان شاء الله